انا افترض مثلا انا عملت سيلكت وعايز اعدل فيه بعد كده، هعدل فيه ازاي؟ برضو بالبن تول. تعالوا اوريها لكم هنعدله فيه ازاي. هروح على قائمه سيلكت مثلا واختار سيلكت سبجكت واسيب الفوتوشوب يعمل لي سيلكت وحده، وبعد ما يعمله ابدا انا اعدل فيه بالبن تول، لانه مش على طول بيطلع مظبوط. كده مثلا الفوتوشوب عمل لي سيلكت واحد من غير ما انا امشي بكل جزء بالبن تول لحد ما انا اخلص الشكل، لكن مش على طول بيطلع صح، احيانا بيطلع غلط او في غلطات تبقى بسيطه. فلازم اتعلم انا البن تول او ابقى اعرف استعملها عشان اعرف اوصل ان انا اعدل على السلكت ده واوصل للجزء اللي انا عايزه، او يبقى الشكل اللي انا عايزه طالع باللي انا عايزه. يعني مش زي ما الفوتوشوب عمله مثلا في حتت بين الودن واللبس مش عارف يجيبها، في حتت مثلا اعتبرها تبع الصوره وهي تبع الخلفيه اصلا، فانا عايز اشيلها. تعالوا اوريها لكم هنعدله ازاي بيها. مثلا هنا الودن جايب حته من الخلفيه تبع الجسم وهي مش تبعه اصلا، هروح انا عامل ايه؟ ادي السلكت اهو، انا هبدا من هنا مثلا واروح راسم للجزء اللي جوه ده كده، الغي الكيرف، كمل الشكل ده. بدل ما ادوس كنترول انتر عشان اعمل سيلكت، لو دوس كنترول انتر هيلغي لي السيلكت كله المعمول ويعمل لي جزء جديد بس. لا انا مش عايز اعمل كده، انا عايز السيلكت اللي ماشي ده بره عايزه يدخل في الجزء الجديد اللي انا عملته. فاروح دايس ايه؟ كنترول الت انتر، يروح السيلكت داخل جوه في الجزء الجديد اللي انا رسمته. انا دلوقتي الجزء يعني السيلكت اهو عايزه يدخل في الجزئيه دي، فدوس كنترول الت انتر يروح مدخل لي الجزء الجديد اللي انا رسمته ده تبع السيلكت زي ما احنا شفنا كده. لو عايز اطلع جزء اللي بره بقى، تعالوا نشوفوا جزء بايظ كده، الشعر مثلا بايظ اهو. هرسم الاول الرسمه بتاعتي بالبن تول، مثلا الجزئيه دي هو واكلها كده، واروح قافل الخط بتاعي وادوس كنترول شيفت انتر، يروح مطلع لي السيلكت اللي بره. السيلكت هنا وانا عايزه يبقى هنا مثلا عامل كيرف، فاروح دايس كنترول شيفت انتر يروح مطلعه لي لبره. فدي فايده البن تول انك تتعلمها. بره شيفت كنترول انتر، لجوه الت كنترول انتر يدخلك السيلكت لجوه، شيفت كنترول انتر يطلع لك السيلكت لبره. فدي فايده انك تبقى عارف تستعمل البن تول عشان يتعدل على السيلكت اللي عمله الفوتوشوب مع نفسه. مثلا كده انا شفت ان الصوره بتاعتي تمام، بقى اشوف انا عايز العب في الوانها، عايز العب في الوان الجزء ده، عايز اغيرها، عايز اخد منها كوبي، براحتي انا بقى. شوف انت عايز تعمل ايه فيه براحتك. فده كان شرح اداه البن تول بالتفصيل على برنامج ادوبي فوتوشوب. يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد، والشير مع اصحابك عشان الكل يستفيد. والى هنا اعزائي المليونير، لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم. الى هذا اليوم انتظركم في جرعه اخرى، الى اللقاء.